طب هو التطعيم بتاع الورم الحميمي البشري ده بيتاخد على كام جرعه يا دكتور؟ بص يا معلم، لو عمرك اقل من 15 سنه بتاخد جرعتين بينهم 6 شهور، وممكن نبتدي من سن 9 سنين عادي، وده اللي بيحصل في كل الدول اللي التطعيم فيها اجباري. بس خد بالك، لو طفل من 9 ل 14 سنه وخد الجرعتين بس بينهم اقل من 5 شهور لازم ياخد جرعه ثالثه. لو بدات بقى تخش في مرحله الشيخوخه فوق ال 15 سنه يبقى هتاخد 3 جرعات. الجرعه الثانيه بتاخدها بعد شهرين من الجرعه الاولى، والجرعه الثالثه بتاخدها بعد 6 شهور من الجرعه الاولى. يبقى 0 و2 و6. فهمت ولا ايه؟ وخد بالك ان انا باكد على ان التطعيم مش للبنات بس، لازم الولاد كمان ياخدوه، ويستحسن من سن 9 سنين، لان هم ببساطه ممكن يبقوا حاملين للعدوى وينقلوها، او يصابوا بسرطانات نادره زي سرطان القضيب والشرج والحلق. والتطعيم ممكن يتاخد في اي سن زي ما قلنا، ولكن كل ما يتاخد بدري كل ما كان احسن. عشان كده تقدر تسال على الاماكن اللي بتوفره قريب منك، او تستشير طبيب الجلديه الخاص بيك وتاخده على حسابك.